عارفة انك ممكن مثلا قعدت يومين 3 مطبق قاعد تذاكر الامتحان شامل احياء، وقعدت تذاكر وجبت اقصى ما عندك، وفي الاخر لقيت نفسك جايب نص الدرجة، او مثلا اعلى من نص الدرجة بدرجتين 3. هتكتب كل مواعيد دروسك، هتكتب مثلا متراكم عليك 4 دروس، عايز تذاكر النهارده فيزياء، بكره احياء، بعده كيمياء، كل المواد بالتفصيل الممل زي ما هوريك. طب مثلا بنام كتير ومش عارف اتغلب عن النوم، يعني اهلا بيكم ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم سوا عن شهر 11 ثانويه عامه، وهنتكلم بخصوص ال3 شهور اللي عدوا والمشاكل اللي واجهتكم فيها وازاي نقدر نحلها. بس عاوزه انبه عليكم تنبيه مهم جدا، ان دلوقتي شهر 11 و12 لو هيعدوا في سرعه 2، فاللي بعد شهر 12 السرعه هتبقى في 4. الايام هتجري اسرع من الشهرين دول، فحاول تلحق نفسك وتلم التراكمات وتظبط وقتك وكل مشاكلك في الشهرين دول. انا مش بخوفك ولكن دي الحقيقه. ودلوقتي قبل ما تشوف الفيديو ونتكلم عن كل مشاكلكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه نتكلم فيها ان انت مش لوحدك. يعني مثلا عندك تراكمات كتير، بتغلط كتير في الامتحانات، بتجيب درجات وحشه، مش عارف تظبط نومك، حاسه ان حياتك متشقلبه، مش عارف تنظم وقتك. عاوز اقولك ان الفتره دي كلنا مرينا بنفس الحاجات دي، وكل اللي في ثانويه عامه دلوقتي بيمروا بنفس الحاله، لا اما عندهم تراكمات، لا اما بيجيبوا درجات وحشه، لا اما مش عارفين يناموا كام ساعه، بيناموا كتير، بيناموا قليل. كل المشاكل دي كلنا مرينا بيها، ما تقلقش. ولكن دلوقتي اسمع الكلام اللي هقولك عليه وحاول تطبقه كلمة كلمة، وان شاء الله هتتغلب على كل المشاكل دي. انت عارف ايه اللي هيخليك تلم التراكمات اللي عليك وما تجيبش درجات وحشة في الشوامل؟ وحتى لو جبت درجة وحشة في الشامل ما تأثرش على نفسيتك وتذاكر وتكمل للشامل اللي بعده؟ هي الصلاة. صدقني الصلاة وعلاقتك بربنا هي الحاجة الوحيدة والحل الوحيد اللي هينقذك الفترة دي وباقي ثانوية عامة. الحل الوحيد اللي هيخلي لك بركة في وقتك، وهيخلي لك تنظم وقتك وتعرف تنام وتلم التراكمات وما تجيبش درجات وحشة. كل مشاكلك هتحل بالصلاة وان علاقتك بربنا تكون كويسة. حاول تقرأ قرآن كل يوم، لو صفحة قرآن كده كل يوم. قبل مثلا ما تيجي تذاكر او قبل ما تيجي تلم التراكمات، هات صفحة قرآن واقرأها، قوم صلي ركعتين بنية انك تخلص التراكمات اللي عليك. صدقني ده الحل الوحيد اللي هينقذك الفترة الجاية وهيخليك تتغلب على كل مشاكلك. انا والله طول ثانويه عامه ماشيه بالطريقه دي، يتراكم عليا درس درسين مش عارفه الم التراكمات، مش فاهمه اصلا اللي بذاكره، بروح اتوضى واصلي ركعتين وابدا مذاكره. والله كنت بفهم سبحان الله، والموضوع بيبقى سهل حتى لو مش فاهمه، بلاقي نفسي فهمت. واوعى تفكر ان ال10 دقايق او ربع ساعه اللي هتصلي فيهم وتقرا صفحه قران هتاخد من وقت المذاكره. والله ما تاخد من وقت المذاكره، بل هتخلي لك بركه في الوقت وهتخليك تفهم اسرع، وهتحس ان الموضوع اللي كان صعب ومش عارف تفهمه فهمته بسرعه وبقى سهل. فصدقني جرب الطريقة دي وهتدعيلي. جينا للتراكمات. التراكمات دي اللي مش بنخلص منها طول السنة، ولكن حلها ايه؟ حلها بسيط جدا. انت دلوقتي بدأت ثانوية عامة براكم، او لسه ما بدأت الثانوية عامة خالص، او مراكم بس مراكم جزء كبير. اول حاجة تعملها هتجيب ورقة وقلم وتكتب كل التراكمات اللي عليك درس درس. متجيش مثلا تكتب لي الفصل الاول في الفيزياء، لا انت هتجيب مثلا الورقة والقلم وتكتب ال4 دروس بتوع الفصل الاول في الفيزياء، وتشوف كل درس ممكن ياخد منك قد ايه مذاكرة. مثلا لو بتاخد اونلاين فشوف مثلا المستر شرحه في كام ساعة، مثلا المستر شرح الدرس الاول في 4 ساعات، فانت تكتب ان الدرس الاول 4 ساعات وتاخد مثلا ساعتين عليه هتذاكره وهتحل عليه. او مثلا حط 3 ساعات، يعني مثلا ذاكر الدرس ب7 ساعات، بس الموضوع مش هيبقى الطف حاجة. فحاول من دلوقتي تبدأ تشوف الفيديوهات على سرعة في 2. هتقولي ليه؟ لان هتتزنق بعد شهر 12 وهتضطر تسمع الفيديوهات على سرعة في 2، لان هيبدأوا يجروا في المنهج بعد شهر 12. فمن دلوقتي حاول كده 1.5، 1.25، 2. فانت مثلا دلوقتي المستر شرح الدرس في 4 ساعات، فانت تعمله على سرعة في 2 فهيبقى ساعتين، وحط عليه ساعتين حل، كده الدرس خد منك 4 ساعات. هتمسك مثلا الفصل الاول كله في يوم، مش كتير والله العظيم، ما هو كتير الفصل الاول في يوم. طب دلوقتي انت متراكم عندك في كذا مادة وكتير ومش عارف تعمل ايه، ومش عارف تعمل جدول اصلا يلملك كل التراكمات دي ومواعيد الدروس والشغل ده كله. بص انا هقولك حاجة دلوقتي تعمل بيها جدول ينظم لك الدنيا كلها. اول حاجة انت تفتح شات جي بي تي AI. اول حاجة تعملها هتكتب مواعيد دروسك كلها، زي ما هوريكم دلوقتي في الفيديو. هتكتب كل مواعيد دروسك، هتكتب مثلا متراكم عليك 4 دروس، عايز تذاكر النهاردة فيزياء، بكرة احياء، بعده كيمياء، كل المواد بالتفصيل الممل زي ما هوريك. هيعمل لك جدول مفصل تمشي عليه، وصدقني مفيش احسن من كده. يعني دلوقتي بدل ما تفضل تخطط وحط ده فين وده فين، انت تكتب له كل اللي انت عايزه وهو يعمل لك الجدول وانت هتمشي عليه. اظن ما عندكش حاجه انك مش عارف تعمل جدول.
كل المطالب منك انك تنتظم. وصدقني اهم حاجة اصلا في السعي والاجتهاد والحاجات دي الانضباط. لو انضبطت وخدت الموضوع بمحمل جد، يعني تخيل كده ان كلها 8 شهور وتحقق حلمك، مثلا تبقى دكتور، مهندس، مترجم، اي حاجة انت عايز تشتغلها في المستقبل. يعني كلها 8 شهور، مش هتقدر تضغط على نفسك 8 شهور. درجات الدروس في ثانوية عامة، درجات الدروس خصوصا الفترة دي، عارفة انك ممكن مثلا قعدت يومين 3 مطبق قاعد تذاكر الامتحان شامل احياء، وقعدت تذاكر وجبت اقصى ما عندك، وفي الاخر لقيت نفسك جايب نص الدرجة، او مثلا اعلى من نص الدرجة بدرجتين 3. عارفة انك في اللحظة دي هتكون يأست ونفسيتك بقت وحشة ومش قادر تذاكر تاني، ولا عدت عايز تذاكر احياء ولا باقي المواد، واعتقدت في دماغك ان خلاص الدرجة اللي جبتها دي، او مهما ذاكرت انا هجيب درجة وحشة في امتحان اخر السنة، ودرجاتي دي مقياس لامتحان اخر السنة. عاوز اقول لك كل تفكيرك ده غلط. انا عارفه ان هي بتاثر على نفسيتك بجد، وانك هتتعب والحاجات دي، بس حاول ما تخليهاش تاثر على نفسك، بصلها بنظره ايجابيه. انت دلوقتي جبت مثلا 25 من 50 في الاحياء، وليكن الدرجه دي مش كويسه دلوقتي في الفتره دي، لازم تبدا تعلى شويه. ولكن نفترض انك جبت الرقم ده، انت دلوقتي غلطت في 25 سؤال. ال25 سؤال دول لو جولك في امتحان اخر السنه، هل هتغلط فيهم؟ الإجابة هتكون لأ، يعني أي إنسان طبيعي هيكون إجابته لأ. ولكن انت لو جالك اي سؤال من الاسئله اللي غلطت فيها دي اخر السنه وانت ما شفتوش قبل كده، فطبيعي هتكون غلطت فيه. فانت تشوف السؤال دلوقتي وتغلط فيه احسن ما يجيلك في اخر السنه وما تكونش شفته قبل كده ولا شفت فكرته، وتنقص في مجموعك وتضيع الكليه اللي كنت عاوزها. بص لها من النظره دي دايما، لاني دايما كنت ببص لها كده. لولا نظرتي دي صدقني انا كنت زماني قاعده بعيط وموصلتش لحاجه. كنت كل لما بغلط او حاجه بفضل اقول الحمد لله ان انا غلطت دلوقتي، حتى وانا قاعده بعيط. الحمد لله انا غلطت دلوقتي، لو كان جالي في امتحان اخر السنه وغلطت فيه كان الموضوع هيبقى اصعب. ولكن السؤال اللي انت غلطت فيه دلوقتي، حاول تشوف كانت فكرته ايه، حاول تشوف اسئله قريبه ليه، وشوف الجزئيه بتاعه السؤال وركز عليها اكتر. شوف مثلا انت غلطت كان جايبها من بين السطور، كان مثلا رابطها بدرس قبل كده، رابط الهرمونات مثلا بدرس التكاثر. حاول تربط الابواب ببعض وتشوف السؤال فكرته ايه، وتجمع الافكار دي. وحاول يبقى معاك كراس او حاجه تكتب فيها كل الاسئله اللي انت غلطت فيها قبل كده، وتكتب مثلا فكرة السؤال ان كان كذا، شوف انت فكرت ازاي وكانت فكرة السؤال ايه، واكتبه في الكراس. صدقني هتفيدك جدا جدا فترة الامتحانات. بمناسبة درجات الشوامل والامتحانات والحاجات دي، هندخل رد فعل الاهل لما يعرفوا درجة الشامل. عاوزه اقول لكم موقف حصل معايا. انا اونلاين طول السنه، وكل المنصات بيطلبوا مثلا رقمي ورقم ولي الامر، وكنت بسجل برقمي ورقم ماما عشان في البيت وكده، ولا في حاجه انا اشوفها من على الموبايل بتاعها. المهم انا في كل المنصات لما مثلا بمتحن شامل او بمتحن الامتحان اللي هو قبل الحصه والحاجات دي، ما كانش بيوري لمامتي مثلا درجه الامتحان او بيبعت لها او اي حاجه. ولكن انا كنت مشتركه مع مستر رضا الفاروق، ومعرفش مثلا اللي هو بيبعت لها درجه الامتحان الشامل بتاعي، او درجه المحاضره الافتتاحيه اللي هو الكويز اللي قبله، الكلام ده انا معرفوش. المهم مرة كان في شامل من 50، وانا جبت في الشامل 18 من 50. ما معرفش ايه درجة الحرارة دي بصراحة. المهم انا معرفش ان امي بتعرف او اي حد بيعرف، انا فاكرة ان هو مثلا بيجيب لي مثلا الدرجة وزي باقي المنصات وكده، والاهل ما بيعرفوش. لقيت ماما بالليل بقى في نهاية اليوم كانت تقول لي مريم انت كنت بتمتحن النهارده شامل وبتاع؟ فقلت لها اه. قالت لي عملت ايه؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي انا عملت ايه؟ قلت لها مش مهم، بس يعني نقصت شويه وما كانش كويس وما اعرفش ايه. قعدت احور كده بس قلتلهاش جبت كام ولا كذبت برضه، أنا قلت لها ان انا غلطت. فبعدين قالت لي يعني ما جبتيش 18 من 50؟ فبعدين لحظه صمت كده، انت عرفتي منين انا جبت 18 من 50؟ فبعدين قالت لي بقى ان هو بيبعت لها درجات كل المحاضرات الافتتاحيه والحاجات دي وهي عارفه درجاتي. وبعدين بقى زعلت، ما قعدت بقى تقول لي انت مقصره وما اعرفش ايه وانت ما بتذاكريش، مع ان هي شايفاني بذاكر، بس طبعا الامهات اتنشن. وقعدت تقول لي بقى انت ما بتذاكريش ومقصره وما اعرفش ايه، وبدرجاتك دي مش هتجيبي درجات اخر السنه، ومجموعك هيبقى وحش وما اعرفش ايه. بصوا حوار. لو حصل مع حد الموقف ده اعتقد بقى نفسيته هتتعب، هيقعد يعيط وما اعرفش ايه، واهلي وبقى هي كل ما تشوفني بقى بعمل اي حاجه روحي ذاكري، انت ما بتذاكريش. لو مذاكره ومقطعه نفسي مذاكره طول اليوم وطلعت مثلا ساعه بره، هتقولي الساعه اللي انت قاعداها دي هتضيع مجموعك اخر السنه. وبجد كانت بتعاملني ان انا يعني سقطت في امتحان اخر السنه.
عاوز اقول لكم خلي الحاجه دي ما تاثرش عليكم. مهما يقولوا هما مش شايفين تعبكم. انت مثلا عارف انك تعبت وذاكرت ومثلا الدرجه دي جبتها لاي حاجه. انا مثلا كنت بحل الشامل ده بسرعه والله العظيم علشان يفتح لي المحاضره اللي بعدها عشان متراكم عليا في العربي. وكنت بقرا كده اسئله عشوائي وبحل بالبركه، بس كنت معتقد ان هي تبقى صح يعني مش بختار حد بيتي، كنت بختار بس مش بتأني، كنت مستعجله. وده يعلمنا ان الحل السريع في الامتحانات في الشوامل برضو ليه نسبة كبيرة من الغلط حتى لو عارف اجابة السؤال. يعني لما انا عدت الامتحان تاني معرفش جبت باين حاجة وتلاتين، يعني ما علتش قوي برضو، جبت ممكن 38 39 من 50. بس برضو في فرق لما تحل بتركيز وكده ولما تحل بسرعة. ندخل تاني على حتة الأهل، ما تخليهمش يأثروا عليك. انت شايف انك عملت اللي عليك وان مثلا الدرجة اللي انت جبتها دي وحشة لأي سبب من الأسباب، انت استفدت فيما بعد في الاسئله اللي غلطت فيها دي. ما تبصلهمش بس ان هم بيحملوك ضغط اكتر ما انت، هم ما يعرفوش. هم عايزينك تبقى احسن حد في الدنيا، عايزينك تجيب مجموع كويس، عايزين يفرحوا بيك وانك تفرح في اخر السنه، عايزينك ما تندمش. فهم مش قصدهم ان هم يضغطوك زياده او ان هم مثلا يخلوك متوتر ومضغوط وقاعد تذاكر ونفسيتك وحشه. هم عايزينك احسن حد في الدنيا، عشان كده بيحاولوا يقسوا علينا شويه السنه دي. ولكن نركن كل كلامهم على جنب. انت لو شايف انك ماشي كويس وبتذاكر كويس ومش مقصر او اي حاجة، خلاص خليك ماشي زي ما انت. حتى لو بتجيب درجات وحشة في الشوامل، حاول تشوف انت بتغلط لايه. بتحل مثلا من كتاب مش معروف مجهول المصدر، مثلا بتحل بسرعة، مش بتركز في الاسئلة. وما تخليش اي رد فعل لاي حد، سواء اهلك سواء صحابك سواء اي حد، يأثر عليك طالما انت حاسس انك ماشي صح. بنام كتير مش عارفه اظبط نومي، انام كام ساعه؟ اول حاجه في الفتره دي انت لازم تنام من 8 ل 6 ساعات، ما تزودش خالص خالص عن 8 ساعات، وما تقللش عن 6 ساعات. 6 ساعات كويسين جدا جدا. وطبعا يعني لو انت عندك تراكمات او حاجه مالكش دعوه انت بحوار ال8 ساعات ده، انت خليك في ال6 ساعات كويسين جدا ليك انك تلحق تلم تراكماتك وتلحق نفسك عشان تمشي مع زمايلك. انا اصلا ما كنتش متراكم عليا كتير في الفتره دي، بس كان متراكم عليا، يعني انا متراكم عليا اصلا طول السنه. ولكن من اول شهر 11 انا بنام 6 ساعات بس لحد فتره الامتحانات والمراجعه النهائيه، كل ده هما 6 ساعات او اقل كمان. يعني فتره المراجعه النهائيه انا ساعات نومي وصلت 4 ساعات في اليوم. هي دي غلط جدا محدش يعملها، ولكن انا لما بكون متوتره او حاسه بضغط او عليا مسؤوليه ما بعرفش انام بصراحه. فكانوا 4 ساعات واصحى ورايا مذاكره، وكنت بحلم بالمدرسين بيشرحوا لي في الحلم وحاجات كده. انت من دلوقتي نام 6 ساعات او 8 ساعات لو مش مراقب. طب مثلا بنام كتير ومش عارف اتغلب على النوم، يعني انت بتقولي نام 6 ساعات وانا مش عارف انام 6 ساعات. اول حاجه الموضوع هيبقى صعب في الاول، ولو ظبطت منبه لو صحيت يوم او اتنين مش هتصحى باقي الايام. فخلي حد من اهلك يصحيك. انا اصلا اللي كان بيصحيني حد من اهلي، بقول له مثلا انا انام دلوقتي الساعه 12 صحيني الساعه 6 الصبح، هنام الساعه 10 صحيني الساعه 4 الفجر. كل يوم هو بيصحيني. وانت ثانويه عامه فليك بعض الصلاحيات كده انهم هيصحوك عادي، مش هيقولك لا خليك نايم، هيجوا يصحوك. حتى لو مثلا والدك رايح الشغل الصبح، اخوك نزل المدرسه، مامتك تقول لها لو سمحتي صحيني، هتصحيك عارفه انك عندك مذاكره. في الاول الموضوع هيبقى صعب، حتى لما تصحى تحس انك عاوز تنام ومش قادر تركز الحاجات دي. اشرب كوبايه قهوه الصبح كده اول ما تصحى، بس كل حاجه عشان معدتك ما تموتش. كل حاجه وبعدين اشرب كوبايه قهوه، روح خد شاور، انزل مثلا اتمشى شويه نص ساعه او حاجه، بحيث انك تفوق كده وتشم شويه هوا نضيف، واقعد ذاكر. وواحده واحده صدقني الموضوع هيبقى كويس، ومعدتش هتنام كتير، ومعدتش هتحس انك عاوز تنام اول ما تصحى. جسمك هيتعود تلقائي انك تنام 6 ساعات. ازاي تتعامل مع الموبايل في ثانويه عامه؟ اول حاجه الفتره دي انت لازم تبعد عن الموبايل تماما تماما تماما. لو عندك فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك كل الحاجات دي اعمل لها ديليت. ما تسيبش عندك على الموبايل غير اليوتيوب والمنصات اللي بتشوف عليها الاونلاين، غير كده ملوش اي لازمه وهيضيع وقتك وهيشتتك بحاجات ملهاش اي لازمه وهتضيع مجموعك اخر السنه. فحاول تقلل من دلوقتي استخدام الموبايل جدا جدا. واصلا يعني بعد شهر 12 حاول تمنع الموبايل نهائي بقى، يعني متمسكش موبايل. دلوقتي اعتقد ان احنا وصلنا لنهاية الفيديو بعد ما اتكلمنا على اغلب المشاكل اللي تواجهكم في شهر 11 واللي واجهتكم ال3 شهور اللي فاتوا، وحاولنا نشوف حلول ليه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. سلام.